هكذا هي يوميات هذا الشاب من إدارة لأخرى يبحث عن منصب عمل بولاية الجلفة. فوزي بن سلامي شارك في أكثر من 100 مسابقة توظيف، فجميع إعلانات التوظيف داخل وخارج الولاية يطلع عليها قصد الظفر بفرصة العمر. وأنا دفعت اليوم الملف إن شاء الله، ونتوكل على ربي إن شاء الله. وهذه المرة أكثر من 100 مرة وأنا ندفع في الملفات مع التوظيف. كانت شيقة، في نسمعوا مرات مناصب ونساهم في ورقلة، نروحوا حتى الورقلة نسمعوا مناصب حتى في أدار، رحنا حتى الأدار في تامراست في إليزي، رغم أننا ساكنين هنا في ولاية الجلفة بصح ونسمع كل منصب نروح نعقب فيه. 12 شهادة، بينها الماستر، ليسانس، الدراسات العليا وغيرها، كلها شهادات لم تشفع لهذا الشاب في الحصول على منصب عمل مستقر. أنا شاب من باقي شباب، وتحصل على حوالي 12 شهادة. هي شهادة الماستر في القانون العقاري، شهادة ليسانس في العلوم القانونية، شهادة دراسات تطبيقية في علوم التسيير، شهادة الدراسات التطبيقية في التسيير العمومي. بالرغم من مشاركته بأكثر من 100 مسابقة في إدارات الجلفة، إلا أن فوزي يملك إرادة صلبة ويحاول مواصلة مشواره ليكون عبرة الشباب الذين فقدوا الأمل بالتوظيف. وإن شاء الله نتمنى من الشباب إن شاء الله كما كنت تشوف يعني أكثر من 100 مرة أنا ندفعوا ونواصلوا. نتمنى من الشباب إن شاء الله ما يفقدوش الأمل في التوظيف إن شاء الله. كثر هم أمثال هذا الشاب، فالحصول على منصب عمل بولاية الجلفة إنجاز كبير بسبب البيروقراطية وعراقيل الإدارة، فالصبر أيوب لكم أيها الشباب.